ازيكم عاملين ايه؟ طبعا الشتا جه، مينفعش الشتا يعدي من غير ما نعمل هوت شوكليت يدفينا في الجو الساقع ده. هعمل معاكم النهارده الايطاليان هوت شوكليت بطريقه جميله جدا وطعمه روعه. لو حابين تشوفوا انا عملت الهوت شوكليت الجميل ده ازاي بالطريقه الايطاليه، كملوا معايا بقيه الفيديو وشوفوا انا عملته ازاي. عشان نعمل مع بعض الايطاليان هوت شوكليت هنحتاج مع بعض 3 كوبايات كبيره من الحليب البارد، حليب بارد، يا اما تطلعه من التلاجة يا اما بدرجة حرارة الغرفة. وهنحتاج معاه كمان 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الفاتح، يعني معانا 3 معالق كبار مليانين على الاخر من الكاكاو الفاتح. وهندوب الكاكاو كويس جدا مع الحليب لغاية ما ميكونش فيه اي تكتلات معانا. اذا كان عندكم تكتلات فيه يفضل ان انتوا تنخلوه عشان ما يكونش فيه اي تكتلات. اهم حاجه ندوبه كويس جدا مع اللبن. ومجرد ما بنرفعه على النار درجه الحراره بتخلي اي قطعه صغيره فيه تكتلات صغيره بتدوب معانا بمنتهى البساطه، مفيش اي مشكله. ندوبه كويس جدا مع بعض. وهنحتاج كمان مكون تاني، لان الايطاليان هوت شوكليت بيتميز معايا ان القوام بتاعه بيكون اللي هو مش زي الهوت شوكليت بتاعنا، لا بيبقى خفيف شويه عن الهوت شوكليت. فهنحتاج مكون كمان هيخلينا القوام مظبوط معانا. اللي حابب يستغنى عنه ويخليه هوت شوكليت عادي براحتكم خالص، بس زي ما قلت لكم النشا معايا هيديني قوام مظبوط للهوت شوكليت، هيطلعه زي بتاع الكافيهات اللي بنشتريه من بره. فاحنا نحتاج معلقه كبيره مليانه على الاخر من النشا، هندوبها كويس جدا وهندوبها مع الحليب معانا. وهنحط كمان دلوقتي معانا معلقتين كبار من السكر، انا بحبش الحاجه مسكره، وهحط كمان عليها شوكليت ومارشميلو فبالتالي هيبقى عليهم سكر. فانا هحط معلقتين كبار من السكر، والسكر طبعا حسب الرغبه انتوا تحطوا براحتكم. اللي بيحب الحاجه مسكره هيزود، اللي بيحب حاجه قليله سكر هيحط زي ما انا حطيت كده. وهقلب وهرفعه على النار دلوقتي سبت الخليط على النار اهو لغايه لما اهو تقل معايا بالشكل ده، ولا تقيل ولا خفيف. ده كده السمك المطلوب، يعني سيبناه يغلي غلوتين بالظبط كده على النار اهو بالشكل ده. هنطفي النار عليه بقى. ودلوقتي معانا قطع شوكولاته من الشوكولاته خام دارك، ممكن تحطوا فاتح بالحليب، ممكن تحطوا اي نوع شوكولات بتحبوه براحتكم خالص. اهو انا مقطعه قطع صغيره بالشكل ده، هتدوب مع درجه الحراره اللي في الهوت شوكليت اهو. ومعانا كمان رشة من الفانيليا السايلة اهو، حوالي كده معلقة صغيرة اهو بالشكل ده. زي ما انتم شايفين الشوكولاتة دي اهي، والخليط بتاعي اللي هو السمك بتاعه هو ولا خفيف ولا تقيل. انتم شايفين ريحته جميلة وشكله بيدل على طعمه. هبدأ اصبه بقى في الكوبايات، ومعاكم في كوباية شفافة عشان تشوفوا اهو السمك بتاعه اهو. هصب بقى في المجات بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين. هنبدأ بقى نزين. معانا محتاجين قطع من مارشميلو، شوكولاتة شوكليت شيبس، شوكولاتة عادية. وهنا معايا كريمة خفق ضربتها بالهاند بلندر كده بسنة لبن اهي بالشكل ده. هنبدأ نحطها على وش الهوت شوكليت اهو. نحط كده معلقة معلقة كده. الكريمة الصراحة كريمة بتبقى جميلة جدا، ممكن تستخدموا كريم شانتيه، اي كريم عندكم اهي بتدي نكهة لذيذة جدا مع الهوت شوكليت معانا اهو. وهنبدأ بقى ايه نزينها عندنا بقطع المارشميلو اهي بالشكل ده. اي نوع تحبوه ممكن تجيبوا المارشميلو المدور، ورشة من الشوكليت شيبس او بشرة كده من الشوكولاتة، او برضو ممكن تحطوا رشة من الكاكاو الخام. زي ما انتم شايفين شكله طعمه خطير، مش عايزه اقول لكم الجمال وريحته اهو شايفين.
ده شكله اهو في التقديم في الاخر. شايفين الجمال؟ شايفين طعمه خطير، ومش عايزه اقول لكم ايه، خطير. الكريمه مع الهوت شوكليت مع المارشميلو مع الشوكولاته مديه إيه، ميكس جميل جدا. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا جدا. ما تنسوش لو مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير، باي باي.